بغيرها. الولايات المتحدة فقط هي القادرة على ذلك. الصين لديها شراكة استراتيجية مع إيران، ولا يمكنها مساعدة السعودية أو الدول الخارجية الأخرى فيما يتعلق بمواجهتها للنظام الإيراني. سيد سعد، يعني ألا تخشى السعودية من أن تصب واشنطن جام غضبها نتيجة هذا التقارب مع الصين على الرياض، سيما وأن أيضا البيان يعد مستفز للسياسة الخارجية الصينية تحديدا بما حمله فيما يتعلق بتايوان ودعم سياسة الصين الواحدة؟ أخي العزيز، يعني كل دولة لها سيادتها ولها مطلق الحرية في التحرك انطلاقا من مصالحها الوطنية. بالتأكيد، لكن سيد سعد لا ننسى أن السعودية وأمريكا هما حليفان وثيقان للغاية على مدار عقود. هذا الحلف ليس وليد البارحة. ونحن لم نقل أن المملكة العربية السعودية أنها أخلت ب يعني هذا التحالف. المملكة العربية السعودية تملك تحالفا استراتيجيا منذ أكثر من 89 سنة مع الولايات المتحدة في مجالات عديدة، ولكن منذ قدوم الإدارة الأمريكية إلى البيت الأبيض وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونحن نرى انكفاء واضحا من قبل الولايات المتحدة بعدا عن ملفات المنطقة، يعني عدم تدخل في يعني السلوك العدواني لإيران في دولنا العربية. وكلامي هذا لا يعني أن يعني هناك يعني انفصالا للعلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية. هناك علاقات ثابتة وراسخة، ولكن لا يمنع هذا بأن أكون علاقات وأن أنوع من سلة علاقاتي مع الدول الأخرى، أخذ ما يفيدني من الدول الأخرى. وأظن أن الصين قوى اقتصادية استثمارية تجارية دولنا العربية ككل تحتاجها. الولايات المتحدة تعاني الكثير من المشاكل في الداخل، رأينا اقتصاديا أزمة الطاقة، الضرائب، المشاكل العديدة داخل الولايات المتحدة، وهي تنعكس على سياستها الخارجية الآن. ليس للمملكة العربية السعودية ولا دول الخليج أي تدخل فيما يدور بين الولايات المتحدة والصين، وبالتالي فالمملكة العربية السعودية لديها سيادة ولها كامل الحرية في التحرك انطلاقا من مصالحها الوطنية. شكرا جزيلا لك سيد سعد عبد الله الحامد. الولايات المتحدة. واضح. شكرا سيد سعد عبد الله الحامد، شكرا. الكاتب والباحث في الشؤون السياسية، كنت معنا من الرياض. سؤالي أيضا لسيد إدوارد جوزيف بخصوص تايوان، وأنت